التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. لما قررنا ان يبقى في وزاره للتعليم الفني اتنفذت، وكان في وزاره خاصه بالتعليم الفني، وبعد كده الحكومه الجديده ما بقاش فيها وزير للتعليم الفني، لكن هي مهمه جدا جدا. مهم جدا يكون معانا رجال الاعمال والاكاديميه عشان خاطر الطلبه بتوعنا بتوع التعليم الفني محتاجين تدريب وان هم يخرجوا يشتغلوا. التعليم الفني في اسكندريه طبعا ومحتاجين استراتيجيه الدوله، محتاجه عماله مدربه في هذا القسم. كنا اشتركنا بعرض 10 دقائق في بورسعيد، وبرضه ورينا المسؤولين المعارض. رابع سنه نعمل المعرض، ودي كان حدث برضه في اسكندريه ان يتم عمل معرض مجمع لمنتجات الطلاب، يتم بحث زراعي، صناعي، تجاري، حتى التجاري مشترك معانا بالاشغال اليدويه للطلبه، بيبيعوا فعلا اعداد القوى العامله مدربه في المجالات الصناعيه، تاهيل الطلاب ليتمكنوا بعد عامل ماهر فني. المفروض يعني هو دي متقسمه على 3 وزارات تقريبا او 3 جهات، بس احنا بننادي انها تكون كلها تحت مظله واحده، التعليم الفني، لان تشتتها في كذا حاجه بتبقى العلاقه مش متينه. هدي فكره بسيطه قوي عن، طبعا حضرتك عارفين الاكاديميه في اسكندريه ودورها، بس كمان غير ان الاكاديميه دراسات عليا ودراسات، هنتجه احسن حته فيها تعليم فني هي المانيا، وبعدها على طول يمكن انجلترا. تعرف تكتب ريبورت بالانجليزي، تعرف تطلع تطلب قطعه غيار بالانجليزي من بره. المداخل هذه الشركه او بالعامل الرش الاكاديمي. وزاره الصناعه عامله 4 مراكز للكفايه الانتاجيه مجهزاهم على احدث مستوى من الميكنه في جميع الورش بتاعتها، خياطه، سباكه، نجاره، انا مربط الخطيط كانت على احدث مستوى. بس هديكي فرصه يعني بسرعه كده، احنا مجمع خدمه الصناعه داخل الاكاديميه ده مكون من 3 كيانات رئيسيه. طبعا الكيان الرئيسي بنخدم الصناعه من خلال الكوادر اللي هي فنيه المؤهله، اللي هي الاحتياج الحقيقي بتاع الصناعه، من خلال معهد الدراسات التقنيه والمهنيه، وعندنا ورش خدميه وانتاجيه اللي بنعمل فيها التدريب العملي للطلاب. امتى نبقى دوله عظمى؟ قلت لما نعد ولادنا في الجامعه المدنيه زي الاكاديميه العربيه للنقل البحري. انا عندي 19 مدرسه صناعيه و9 تجاري و2 زراعي واحده في النص. اكتشفت ان الطالب بيجي سنه اولى، اول ما يخش امتحان الترم الاولاني يبدا يتحول. ونوعي الطلبه اللي عندهم. اللي تسمعوا عنه هو مشروع لإدارة التعليم الفني في اسكندريه. هدف المشروع باختصار ان انت تسد الفجوه ما بين طريقه التعليم وقدرته على الانتاجيه في المستقبل. كم مصنع هيستقبل هؤلاء الخريجين او الخريجات؟ كم مصنع واحتياجه قد ايه؟ وهل في، ما احنا مشكلتنا قائمه، ما احنا كليات بتطلع كل يوم خريجات وخريجين، لكن مشكلتنا سوق العمل، ما فيش سوق عمل. الطلبه بتوعي واولياء امورهم بيجوا يتدربوا عندي 8 الصبح ل 7 النهار، وقعد الطالب معايا وانا هديله الشغل. أستاذة أمل حسان مسؤول الاتصال وحدة البحث والتطوير مع قطاع التعليم الفني، أنا بشكرها باسمكم جميعا، وهي الندوة، وأنا بشكرها إن هي عرفتني على كل الناس المحترمة اللي موجودة معانا على المنصة، وبرضه خدناها بفضل إن هي نسايت معانا بدعوة حضرتك. التعليم الفني نهضة قادمة لمصر،